يا مساء الخير على كل مستمعين قناة نيكست ويف. معاكم ولاء الجندي وبرنامج عيشها صح. موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم فيه عن العتاب، لكن قبل ما نبدأ حلقتنا ياريت تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم كل الحلقات الجديدة. خلوني في البداية أقول لكم إن العتاب هو حب وتمسك ومحاولة للحفاظ على اللي بينكم. كل اللي عاتب حب من قلبه، ما هو لو ما كانش بيحبك مش هيعاتب، ومش هيفرق معاه أصلا إنه يضيع وقته في العتاب، فقرر يعاتب لأنه متمسك بيك ومش عايز يخسرك. مش هين عليه المواقف والذكريات اللي جمعتكم، وهدفه في الأول وفي الآخر إنه يحافظ على اللي بينكم وما يخليش الخلاف اللي حصل يهد اللي بينكم. وعلشان العتاب جميل ومهم ففي منه 3 أنواع. النوع الأول هو عتاب تأنيب الضمير. ده أسلوب بيستخدمه بعض الناس علشان يلعبوا على مشاعر اللي قدامهم ودايما يحسسوهم بالذنب. والنوع ده من الناس بيبقى حابب يعيش دور المظلوم والضحية طول الوقت. فعمر النوع ده من العتاب ما هيكون حب، بالعكس ده بيصدر لك طول الوقت مشاعر توتر وتأنيب ضمير، وممكن تكون في الحقيقة انت ما عملتش حاجة لكل ده. النوع التاني هو عتاب الأحبة. ده عتاب بيبقى غرضه إنه متمسك بيك ومش عايز يخسرك، فقرر يعاتبك ويقولك على اللي ضايقه وزعله منك علشان تصلح اللي حصل وتفتح معاه صفحة جديدة. النوع الأخير معانا هو عتاب التخلي. ده بقى أغرب نوع ممكن تقابله في حياتك. ده شخص بيعاتبك على تصرفات وحاجات من خياله هو قبل ما يهد اللي بينكم، وبيبقى مقرر إنه هيسيبك، لكن قبل ما يمشي حابب يشوه صورتك قدام نفسك. عشان كده لما حد يعاتبك لازم تركز وتشوف عتابه ده من أي نوع والهدف منه إيه. في نفس الوقت خلينا عارفين إن العتاب ليه مدة صلاحية. الموضوع مش مفتوح طول الوقت، يعني ما ينفعش أبقى طول الوقت بعاتب اللي قدامي على تصرفاته اللي مزعلاني منه وهو ما بياخدش باله برضو منها. ساعتها هتلاقي الشخص اللي بيعاتبك ده بقى ساكت، لا عايز يعاتب تاني ولا حتى يقول ايه اللي مزعله منك، وهتلاقيه اتقفل منك وبقى شايف ان الجهد اللي بيعمله معاك في المناقشة والعتاب وشدة الأعصاب اللي بتكون في الزعل خسارة في اللي قدامه، والأحسن انه يوفر المجهود والطاقة دي لنفسه. وخلينا عارفين ان العتاب هو دليل المحبة، فما تزعلش من الشخص اللي بيعاتبك كل شوية، لأنه مش حابب يزعل منك ولا من تصرفاتك، وبيحاول يقولك على النقط اللي ممكن لو ما اتحلتش هتكون سبب نهاية العلاقة اللي بينكم. في نفس الوقت لازم تاخد بالك إن اللي قدامك مش هيفضل يعاتب طول الوقت. انت لازم تكون بقيت فاهم خلاص اللي بيضايقه وما تعملوش، لأنه لو شاف إنك بتكرر الحاجات اللي بتضايقه وقتها هيفهم إنك مش فارق معاك زعله وهيقرر يخرج من حياتك. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة. استنوني في حلقة جديدة وموضوع جديد. كانت معاكم ولاء الجندي وبرنامج عيشها صح، كل يوم خميس على قناة نيكست ويف، وأشوفكم على خير.